السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انا قلت بالظبط ان انت في بقالك 4 سنين فبتوصل فاينل نهائي دوري ابطال افريقيا، وبتقدر ان انت بتحقق 3 من ال4، فاتحاد الكرة بيعاقبك ويزحمك في الجدول ويقول لك هو ده اللي عندي، مع ان يكون نفس الشخص هو اللي مسؤول عن جدول الماتشات او المسابقة بشكل عام، ويقول لك اصل انا ما عنديش ظروف تانية، واصل انا هي دي الحاجة اللي انا هقدر اقدمها. هل يعقل ان انت تلعب 4 ماتشات في 11 يوم من غير ما انت ترتاح، وبتيجي من مسافات وبتلعب في ادغال افريقيا وبتشارك في المغرب ويجي واحد ملوش اي 30 لازمه في الكوره في مصر، بما قال لك ان هو اسمه بيلعب في نادي زي نادي الزمالك، يقول لك اصل المغرب ما بتاجلش عدد الماتشات دي كلها للوداد، وان الوداد مش عارف لعب قبل كده 4 ايام ماتش، والنادي الاهلي مريح بقى له اسبوع، وكلام من هذا القبيل. تمام. انت بقى بتيجي بتشوف ايه النتيجه اللي بتاخدها، بتطلع لك في الاخر اجهاد لعيبه ومستوى بينزل وتغييرات في الخطه وارتباك للمدير الفني، وكل حاجه بتتشقلب مع الضغط البدني اللي انت بتحط اصلا فريق بيمثل بلد، وهو الممثل الوحيد للبطوله دي في البلد بقاله كتير قوي. انت بتضغط اكتر واكتر، زي ما يكون لا ما تروحليش بقى بطوله، انا ما بعرفش انظم وانا فاشل في الحته دي، فانت كده هحاجبك علشان خاطر ان انت بتوصل لمسافات بعيده في البطوله دي. لا، وكمان انت ما بتوصلش في مسافات بعيده، يعني انت مثلا ما تلعبش مثلا سيمي فاينال او ربع نهائي، لا انت كمان بتاخدها، فتيجي بقى معاجبك وازحمك في ماتشاتك. تمام. واخليك واضغط اللعيبه بتاعتك واضغط بقى الايه الفريق كله، في سبيل اصلا ان انت ما بتبتديش المسابقه وتنهيها بشكل محترم، او زيك زي بقيه كل الدول اللي المفروض اصلا ان هم دلوقتي الدول كلها او البطولات المحليه كلها واخدين اجازه، والمفروض اصلا بيجي فتره على اللاعب ان هو المفروض بيهدى كده وبيسترخي، وان هو بيروح بقى بيخرج بيصيف بيروح مش عارف فين بيزور هنا وهنا وهنا، وان جسم اللاعب اصلا بيرتاح بدنيا من كميه الضغط اللي هو فيه. انت حضرتك المسابقه اللي عندك ما فيهاش اصلا الاوبشن ده، الاوبشن ده مش عندها تمام، فبالتالي ان انت بتضغط اللعيبه وبتضغط المدير الفني، وبالتالي ان انت اصلا قبل ما المسابقه عندك بتخلص بتبعت للاتحاد الافريقي الفرق المشاركه في البطولات القاريه. طب هل ده يعقل؟ هل ده قبل ما المسابقه بتخلص انت بتبعت اسامي الفرق او الفرق اللي هتشارك؟ طب افرض حصل تغييرات عندك زي من السنه اللي فاتت والاهلي شارك في بطوله افريقيا وهو ثالث، وهنبدا بقى نفتح من جديد وندي فرصه لده يهاجم وده يهاجم ويقول لك اصل ده ما يستحقش وده ما يستحقش. يا جماعه الدنيا كلها حوالينا بتتطور، الا احنا واقفين في مكاننا في الكوره ومش راضيين نتطور. ما ينفعش تلحم 5 6 مواسم ورا بعض، ما ينفعش. اللاعب لازم يرتاح، ده الآلة بتتعب، ما بالك ان جسم بني ادم شغال على طول. النهارده بقى شفت حاجات غريبه كده بتحصل في الملعب من بعض من اللاعبين، او هو 2 بالظبط، ان الواحد عمل سبوت عليهم، بيرسي تاو واحمد القندوسي. بيرسي تاو الاول، فهو كل اللي بيعمله ان هو عايز، ان هو مش شايف حاجه قدامه غير ان هو ياخد الكوره ويحاول يعدي 1 ضد 1، وان هو يسدد ويا ساتر بقى ايه، او هو وحظه لبست في الجون كان بها، ما لبستش في الجون اهو عمل اللي عليه وخلاص. اكتر من كرة تجيله واكتر من هجمة خطيرة تجيله وهو مش عارف يتصرف، هو دماغه دي مش موجودة. وكمان حكة ان بيرسي تاو ده يلعب ماتش في النازل و4 في الطالع و4 في الطالع و2 في النازل، الموضوع ده بقى رخم. الموضوع ده بقى رخم، ما ينفعش لاعب جناح في يعني بيعتمد عليه بره بشكل كبير جدا ان هو يبقى عندك مش ما يثبتش ماتشين 3 ورا بعض بأداء قوي، في سبيل ان هو كل شويه بيتعالج، كان بيتعالج قبل كده وان انت حطيت له كمدير فني حط له برنامج بقى خلاص رجله في الملعب، فهو كل شويه يغيب ويرجع يغيب ويرجع، فالموضوع يعني انت لو في الاخر جد كده فلترت في الجناحات اللي عندك هيطلع لك 1 أو 2 من ال6 ولا ال7 اللي مركونين عندك. حتى طاهر لما نزل
كرة جايه له انفراد مش عارف يلعبها بوش رجله ويخلصها منها. طاهر بالمناسبة اللي لعب حوالي ما يقرب او معدي ال 100 ماتش، مساهم حوالي في 23 او 24 هدف. يعني في مسيرة طاهر محمد طاهر مع النادي فهو معدي ال 100 ماتش تقريبا، تمام؟ مساهم في حوالي 24 او 25 هدف، وممكن يكون الرقم اللي قلته ده اكتر كمان من اللي هو مساهم فيهم. الجناحات عندنا او الاجنحه عندنا لازم اصلا تتفلتر، لازم تعمل فلتره وتشوف ناس جديده. لازم واحد زي كريستو يبدا بقى ياخد عدد من الماتشات او ياخد عدد من الدقائق، وتبدا تشوف تحط كده عينك عليه، هل هو يستحق ان هو يكمل معاك ولا انت جايبه صفقه تكمله واجب وخلاص. ففي حاجات كده غريبه كده بتحصل من اللعيبه على عرض الملعب، بتخليك انت مش عارف اللاعب ده اصلا تركيزه هو معاك في الملعب ولا مش معاك، ولا هو في حته تانيه خالص. زي القندوسي اللي عايز شكله كده، عايز ان هو شغل كتير وان هو يبدأ يتحط مع الفريق ويبدأ يحصل معاه شغل كتير جدا. القندوسي برضو كان جاي في نص الموسم، فالدنيا معاه برضو انا حاسس انها مش متظبطه ومش احسن حاجه. انا بجيب صفقات عشان تفيدني، مش بجيب صفقه عشان انا اسمها كمالة عدد وداري على اللي انا عملته في بدايه الموسم. مش هجيب حد واقول له ارمي. مش قصه ان انا بعبي وخلاص عشان اسمي ان انا جبت، والناس زي ما حصل مع برونو سافيو دلوقتي، وان انت حتى مش عارف تخلص منه. نقطة كمان بقى فهي حوار التسلل. اقسم بالله العظيم ثلاثة اللي انا ما اعرف الفار عندنا انا ما بفهم منه حاجة. انا ما اعرفش ايه كمية الخطوط الحمراء والخضراء والبنفسجي اللي بيعملها دي، وتلاقي خط معمول لي كده وخط نزل على لاعب من فوق. ايه كمية الخطوط اللي بتحصل في الفار دي؟ انا مش عارف. يا اما الفار عطلان، يا اما الفرق بتلعب من غير فار، يا اما ينسقوا لي خطوط كده جنب بعض، واحنا بقى ايه نحدد بقى ويشوف الكارثه اللي هتحصل من الحكم ده كله. فيوتشر الجون بتاعه اصلا الجون صح 100%. انا لما الفار اتعمل محمد هاني اصلا مغطي على اللاعب. محمد هاني مغطي على اللاعب، يعني مغطي التسلل خالص. فانت بقى نزلت لي خط وعملت لي خط ومبوظ الدنيا كلها خالص. هو اصلا الجون صح لفيوتشر الجون بتاعه صح 100%. بس كالعاده حط لي خطوط عشان تبين بقى ان انا ايه الهوبا شغال بقى، والله ينور كده ويا رجاله وزي الفل. نفسي والله العظيم في الكوره دي، انا مش عارف الناس اللي ماسكين الكوره دي عندنا يعني هم عايزين يوصلونا لفين. اقسم بالله الموضوع غريب او مريب بشكل كبير قوي في الكوره عندنا، يعني حاجه كده مش طبيعيه. حاجة أخيرة كده، وهي اعتراض الجمهور على إمام عاشور، أو بمعنى أصح إن النادي الأهلي أو إدارة النادي بشكل أوضح إنها تخلص مع إمام عاشور. دايما مجلس الإدارة بيقول إن أنا اللي في مصلحة النادي أنا هعمله. صفقة من وجهة نظر إمام عاشور غلط في النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي، وواحد برمز زي رمز كابتن صالح سليم، فدي كارثه ان هو يعملها. غير ان هو اعتدى على وليد سليمان وضربه في ظهره، فدي برضه حوار. بس هل الراجل طلع اعتذر ولا طلع ما اعتذرش؟ الراجل طلع اعتذر وقال انا اسف لجمهور النادي الاهلي، وراح باكتر من مناسبه باس على دماغ كابتن وليد سليمان. صفقه مهمه بعد رحيل حمدي فتحي واحمد القندوسي، زي ما قلت ان هو مش واقف على رجله، فصفقه ان انت هتقسم بيها ظهر خصمك بعد السمسره اللي حصلت من وراه، وان هم غلطوا او ما غلطوش بقى ملناش علاقه. الفرق اللي بره بتستغل اي فرصه زي دي بحيث انها تقسم ظهر الفريق الخصم بتاعك وتدخله في دوامات قدام الجمهور بتاعه، وقصص كتيره انت بتدخله فيها. فاتمنى ان احنا ما نفضلش على الفاضي والمليان نفضل نهاجم لحد ما نشوف الدنيا في الاخر هتخلص لحد فين، عشان ما تبقاش انت السبب في تغيير رأي لاعب كان ممكن يفيدك في فترة من الفترات وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، واتمنى ان هو ينال على اعجاب حضراتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وبس كده. سلام.